ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض سندوتش الجوع الليل واخره. انا كان عندي هنا برجر كان متحمر. ببتدي ان انا اسخنه في الميكرويف او تقدروا ان انتوا تحمروه. جبت بقى العيش الكايزر بالسمسم الجميل كده وهبتدي ان انا افتحه ونعمل بقى خطوات السندوتش الجميل مع بعض. حبيت اسيب لكم صوت الفيديو علشان تشوفوا بقى الهدوء الجميل بعد ما الاولاد ما بيناموا كده، تحسوا كده في انسجام. الواحد بقى والله يعني ساعات بينسى ياكل طول اليوم. يعني مرة جت الساعة 8 وقاعدة اقول انا ناسية حاجة، في حاجة ناسياها، اتاري ان انا كنت ناسية ان انا اكل اصلا. ربنا يخلي الاولاد كلهم، بس يعني الواحد بينسى نفسه معاهم. هبتدي بقى اعمل كده ايه، احط طبقة من الجبنة السايحة او الجبنة الشيدر او في الجبنة اللي هي بتبقى بتاعة البرجر نفسها. وقطعت بقى شرايح بصل. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. يعني بصوا، ده سندوتش تحطوا فيه كل اللي انتوا عايزين. والبرجر عندي هنا سخن، هبتدي ان انا بقى احطه فوق البصل، او تقدروا ان انتوا تحطوا البصل من فوق على حسب يعني ترتيب السندوتش ده، يعني بيبقى ايه مزاج. وهبتدي احط كاتشب. انا كان عندي الهالبينو، بس اكتفيت بان الكاتشب حار عشان ايه السندوتش ما يفقدش طعمه كده. التوابل الزيادة او ان الحاجة تبقى مشطشطة قوي بتضيع طعم الحاجة، فانا اكتفيت بالكاتشب ان هو يبقى حار بس. وقطعت شرايح طماطم وهبتدي احطها فوق الكاتشب. وطبعا لو عندك كابوتش بس ما كانش عندي تقدري تحطيه طبقة اخيرة، بجد بيبقى حلو قوي. بصوا سندوتش بجد تحفة ومغذي ومشبع وجميل قوي، والاطفال بيحبوه وما خدش وقت خالص خالص خالص. تقدروا ان انتوا تعملوه في البيت، بيبقى نظيف انضف بتاع بره. وبصوا حجمه بجد تحفة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وجربوه بالطريقة دي، حلوة قوي هتعجبكم. وان انتوا تضيفوا الجبنة معاه بجد بتدي طعم حلو قوي. جربوه، استنى رأيكم في الكومنتات وقولولي بتحبوا اضافات ايه فيه. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.